السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مشاريع تطبيق جديد واسمه المشرق مصر او بنك المشرق. التطبيق ده مساحته 53 ميجا، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده خاص ببنك المشرق زي ما احنا قلنا. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح حساب في البنك عن طريق التطبيق بدون الحاجة ان انت تروح البنك. كمان يكون فتح التطبيق مجاني. بتقدر ان انت تطلب ان هم يعملوا لك فيزا اللي هي بطاقة الخصم المباشر مجانية. بتقدر ان انت تطلبها وبتجيلك لحد باب بيتك. كل ده مجانا من غير ما تدفع اي فلوس. بتقدر من خلال التطبيق ده تعرف لو انت طبعا مشترك في البنك او انت عميل في البنك. تقدر تعرف حسابك، بتدير حسابك، بتعمل ودايع، بتربط وديعة، بتحول فلوس لأي حد بكل سهولة. بتاخد مكافآت على المعاملات اللي انت بتعملها. كل ما بتعمل معاملات كتيرة بتاخد عليها مكافآت. بتكسب نقاط. طبعا خدمة العملاء بتاعتهم شغالة 24 ساعة طول أيام الأسبوع. كل الحاجات دي بتقدر تستفيد بيها من خلال التطبيق. طبعا كمان بتقدر تدفع فواتيرك بكل سهولة على أي ابلكيشن تاني أو على أي حاجة من اللي انت بتعملها. بتقدر تحول فلوس لأي بطاقة لأي حد في داخل مصر أو خارج مصر. وتقدر كمان تحول فلوس لأي حد لأي حد في أي بنك تاني. يعني مش لازم يكون في البنك بتاع المشرق، لو أي بنك تاني بتقدر برضو تحول له فلوس. زي ما قلنا برضو انت بتكسب كاش باك كل ما بتعمل معاملات كتيرة، كل ما بتدفع، كل ما بتحول فلوس، كل ما بتدفع فواتير. كل الحاجات دي بتقدر تستفيد بيها من خلال التطبيق. مشكلة التطبيق ده بس ان في ناس كتيرة بتشتكي منه من خدمة العملاء ان هم مش كويسين، او التعامل مع العملاء مش بيكون باسلوب كويس ولا باسلوب ظريف. ناس كتيرة بس بتشتكي من المعاملة، وكمان ناس بتشتكي من التطبيق ان هو مش بيشتغل معاهم بسهولة او مش بيفتح معاهم بسهولة. فلو واجهت اي مشكلة تواصل مع خدمة العملاء وان شاء الله يحلوا لك كل اي حاجة متعقدة معاك يعني في التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.